جايه لكم النهارده بحته موقع، اقسم بالله كنز كنز بجد، كلنا كده محتاجينه. سواء بقى انت مدرس هتحتاجه، انت طالب، او اي شخص في الدنيا. لازم دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده بنحتاج اداه بتساعدنا في البحث، اداه من الادوات الذكاء الاصطناعي بتساعدنا في البحث، وفي نفس الوقت هو اداه فور فري، يعني حاجه كده لذيذه قوي واحسن من جوجل الف مره. بحث على جوجل نفسه سيء جدا. يعني احنا لما بنبحث على جوجل بيطلع لنا 50,000 لينك، بنفتكر ان اللينك الاولاني ده هو ده. كده ناس كتير بتبحث بالشكل ده، اللي هي فاكره ان اول لينك بيطلع لها ده هو ده اللي فيه المعلومه اللي هي عايزاها. ما تعرفش ان اصلا المعلومات اللي ممكن تفتحها تكون معلومات اصلا مش موثوقه. وفي بقى تشتت ياما قوي بيحصل بسبب اللينكات الكتير دي. موقع رهيب جدا، بيوفر علينا في البحث، هيوفر عليك وقت وهيوفر عليك مجهود وهيوفر عليك فلوس. تعالوا اوريكم كده مع بعض الموقع ده نشوفه. هو اسمه بارد. تمام. بيطلع لك المنظر اللي انت شايفه ده. خلاص. ممكن هنا مثلا فهم المعلومات، بتدور على ايجابيات او منتج او سلبياته. فتره زمنيه تاريخيه، تلخيص لمفهوم. لو انت حد بتحب تعمل محتوى فممكن يعمل لك خطه دراسيه، ممكن يعمل لك يجيب لك عبارات عن اللغه، اي لغه انت عايز تتعلمها مثلا، او كتابه السيره الذاتيه، الناس تعمل سيفيهات والكلام ده كله. اكتشاف المحتوى، مواضيع عرض تقديمي، نصائح لمنشئ المحتوى، نصائح للسفر. ده كده هو كده ايه. يعني لو انت يعني خلاص ما عندكش حاجه، بس احنا اكيد بيبقى عندنا حاجات كتير قوي عايزين نقولها وندور فيها. فبمنتهى البساطه بتخش تحت هنا. تمام. وتكتب الحاجه اللي انت عايز تبحث عنها. لو انت مدرس عايز تعمل خطه تحضير للدرس بتاعك مثلا، هيساعدك جدا. عايز صور احترافيه مثلا، مثلا 3D حاجات، صور كده احترافيه، ممكن برضو تكتب عليه. ايا كان الحاجه اللي انت بتدور عليها هتلاقيها. خلاص. هو زي ما انت شايف كمان استخدامه سهل، لان هو زي ما انت شايف هو بالعربي. تمام. ممكن اكتب المعلومه هنا وممكن اسجلها بصوت هنا وابعت. يعني مثلا انا ممكن اقول له مثلا بص بلغتك كده ببساطتك باي حاجه. هتقول له مثلا ايه؟ اعطيني شرح مبسط لمثلا ايه، لزمن المضارع مثلا البسيط. بس مثلا انا عايزه الشرح باللغه الانجليزيه مثلا، فحدد له. يعني كل ما تحدد له الحاجه اللي انت عايزها بالظبط، ما تسيبلوش البحث مفتوح، كل ما هيديك نتائج افضل. خلاص. وبعدين تدوس كده انتر، كده ارسال. هيبدأ يطلع لك بقى الحاجات الخاصة بالدرس. بيشرح لك اهو، عامل لك ميكس ما بين العربي ما بين الانجليش، وعطيك examples. وبص يعني. تمام. وكمان بيديك في الاخر ايه؟ بيديك في الاخر ملاحظات. وممكن يجي كمان في الاخر يرشح لك لينكات معينة، ويقول لك طب ادخل على اللينكات دي هتلاقي فيها المعلومة اللي انت بتدور عليها. ده بالنسبة لو انت مثلا، لو انت مدرس. خلاص. ده في اي مادة بقى، قيس على الكلام ده في اي مادة كمان، يعني بتوع اللغة العربية والمواد التانية كمان حاجات رائعة يعني. وممكن تسأله عن صورة، تسأله عن اي حاجة، وتبدأ بقى. طب لقيت مثلا ما جابلكش الوصف الدقيق او الحاجة زي ما انت عايزها بالظبط، تعمل ايه؟ تروح دايس على علامة القلم اللي هنا دي كده، وتروح معدل وكاتب اي حاجة. خلاص. كاتب مثلا مثلا اعطيني، او مثلا كمل وقول له ايه، ولينكات تشرح هذا الدرس. لينكات، لا اكتب بطريقتك، هو بص هيفهم يعني، متقلقش. اكتب اي حاجة، اكتب جاي اجرب بس، لان فعلا هتستفيد منه جدا. تمام. اهو بص بص. شايف المواقع اللي جابها لك؟ شايف كم موقع؟ شايف كم موقع؟ ادي واحد اتنين، خلاص تلاتة. جاب لك اتنين موقع، وجاب لك قناة على اليوتيوب فيها الخلاصة. انت لو كتبت على جوجل بقى عامة، هيجيب لك كده، هيحدد لك البحث بالشكل ده، عمره ما هيعمل كده معاك. خلاص. هتلاقي الدنيا وسعت منك وتهت انت، ومش عارف تخش على انهي موقع وانهي لينك الموثوق. هو في امتدادات كده لنهاية الروابط، بتبقى بتعرفنا ان الحاجة دي موثوقة، المعلومة دي فعلا، والموقع ده موثوق او لا. بس والله بارد انا شايفة اللي هو يعني بصراحة مش مقصر في حاجة، جميل جدا. خلاص. ده بالنسبة لو انت مدرس. بالنسبة لو انت طالب بتبحث عن معلومة في اي حتة في اي مكان، اوكي، هتلاقيه بيجيب لك المعلومة في يعني في ثواني معدودة.
بالمعلومات بتجيلك لحد عندك. طيب لو انا والله انا دلوقتي مش مدرس واقدر استفيد من الموقع ده، او انا مش مدرس ومش طالب وانا حد عادي يعني اقدر استفيد طبعا تقدر تستفيد منه. يعني انا عايزه اقول لك مثلا، انا من فتره كده دخلت على، كنت بدور على فيلم اجنبي تمام معين، فبدور عليه على اليوتيوب. والله مش يعني قعدت اتشقلب عليه، مش راضي مش جاي لي خلاص. جالي في الاخر لما وصلت له من غير ترجمه، وانا كنت عايزاه ترجمه تمام. بعد كده دخلت ابحث على جوجل، مفيش برضو. فخلاص بقى قلت طب انا ايه اللي يخليني ما ادخلش على بورد تمام واجرب كده واشوف. والله العظيم دخلت، يعني قلت خساره الوقت اللي انا كنت عماله اضيعه على اليوتيوب وعلى وعلى جوجل. كتب لي حط لي اللينك، دخلت على اللينك فتح اوتوماتيك من غير بقى المواقع اللي هي تخش عليها يفتح لك 50 نافذة منبثقة كده تتشل عقبال ما تدخل على الحاجة اللي انت عايز تشوفها. لا 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 فيش الكلام ده خالص، جاب لي من الاخر خلاص. وكمان تقدر توصل كمان تكتب له انت عايز مصادر مجانية. انت مثلا واحد دلوقتي بتعمل محتوى وعايز مثلا تعمل اديتنج للفيديوز بتاعتك وتعمل معرفش ايه، فعايز اهم المصادر المجانيه اللي انت تقدر تعمل عليها الشغل ده، عايز تطلع شغل احترافي. كل ده هتلاقيه بيبعته لك وبيرشح لك الحاجات اللي بفلوس والحاجات اللي انت مش هتدفع فيها فلوس، وانت بقى اختار الانسب ليك، اختار الحاجه اللي تعجبك تمام. فبيضيق لك البحث، وكل ما كانت كلماتك محدده تمام وانت بتكتب بتدخل له كده الحاجه اللي انت عايزها، كل ما كان البحث بيطلع لك ريليفنت قوي مظبوط قوي للحاجه اللي انت عايزها خلاص. فهيوفر عليك كتير كتير. انا قلت اقول لكم الموقع الكنز ده، ادعوا لي دعوه حلوه. قلت لك اللينك في الديسكريبشن على الفيديو ده، تقدر تدخل على اللينك على طول وتبحث عن اي حاجه تيجي في دماغك بمنتهى السهوله. ما تنساش تعمل فولو للقناه وتعمل لايك وتسيب اي كومنت لو عندك اي سؤال، وهجاوبك عليه في فيديوز تانية. يلا see you باي باي.